فيلم النهارده النهاية بتاعته مش متوقعة خالص. قبل ما نبدأ الفيلم صلي على النبي في الكومنتات ويلا بينا. الفيلم بيبدأ في كاليفورنيا، وبيكون سايمون وزوجته روبن بيشوفوا الشقة الجديدة اللي هيسكنوا فيها، وفعلا بتعجبهم الشقة وبيقرروا انهم يشتروها. وفي اليوم التاني بيروحوا علشان يشتروا العفش الجديد للشقة، وأثناء وجودهم في المحل بيجي واحد وبيسلم على سايمون وبيقول له إنه اسمه ووردن، وبيقول له كمان إنه كان زميله أثناء الدراسة. وبيكون سايمون مش فاكره خالص، وبيسلم عليه وبيمشي من المكان. وفي اليوم التاني بيبتدي سايمون إنه يروح شغله، وبتكون روبن في البيت بتبتدي إنها ترتب بيتهم الجديد. تخرج روبن من البيت وبتلاقي جيرانهم نازلين من العربية، فبتبدأ إنها تتعرف عليهم وتقول لهم إنهم ساكنين جداد هنا، وبتقول لها جارتها إنها تبقى تيجي تزورها علشان يتعرفوا على بعض أكتر. وبعدها بتدخل روبن بيتها علشان تاخد الشاور بتاعها، وبتسمع الكلب بتاعها وهو بينبح بصوت عالي، فبتخرج علشان تشوف في إيه، وبتلاقي روبن إزازة شمبانيا ومعاها رسالة من جوردن. ولما بيرجع سايمون من الشغل بيشوف الإزازة والرسالة، وبيستغرب إزاي جوردن أصلا عرف عنوان بيتهم. وبعد يومين بيجي جوردن البيت ومش بتكون غير روبن بس اللي موجودة، فبتستضيفه روبن وبتتصل على سايمون وبتقوله إن في ضيف هنا في انتظارك. وفعلا بيجي سايمون وبيلاقي جوردن، وبيفضلوا قاعدين لحد ميعاد العشاء، وبيفضلوا يتكلموا. وبيتكلم جوردن عن نجاحات سايمون، ولكن سايمون بيكون مستغرب، خصوصا إنه مش فاكر أصلا مين جوردن ده. وبعد ما بيمشي سايمون بيقول لروبن إن الشخص ده تصرفاته غريبة جدا، وإنه بيرسم تخيلات في دماغه إننا نعرف بعض، وأنا أول مرة أشوفه كانت من يومين. فبتقول له روبن إن الموضوع كانت عزومة بسيطة وراحت لحالها. وتاني يوم بيكون في حفلة منظماها الشركة اللي شغال فيها سايمون، وبيروح سايمون وروبن الحفلة وبيوريها مكتبه الجديد، وبيقضي اليوم بتاعهم في الحفلة. ولما بيروحوا البيت بيلاقوا على الباب إن فيه هدية ورسالة تانية، وبتكون من جوردن برضه. وبتكون الهدية عبارة عن أكل للسمك، وبيبان إن جوردن جاب لهم حوض سمك وحطه في الحديقة بتاعتهم. وبيبان على سايمون إنه مش مبسوط، على عكس روبن مراته اللي كانت مبسوطة جدا. وتاني يوم بتتفاجئ روبن إن جوردن موجود على باب البيت، وبيقول لها جوردن إنه كان معدي بالصدفة وقال إنه يجي يسلم على سايمون. ومش بيكون جوردن عاوز يمشي من البيت، فبتعزمه روبن على قهوة وبيشرب القهوة وبيسيب رسالة لسايمون وبيمشي من البيت. وتاني يوم بيكون سايمون عازم جيرانه وأصدقائه على العشاء، وابتدي يحكي لهم عن جوردن وإنه قد إيه شخص سامج وعاوز يكون صديق ليهم بالعافية. وبتنفي روبن كلام جوزها وبتقول عليه إنه لطيف جدا. وتاني يوم جوردن بيعزم سايمون وروبن على العشاء، وفعلا بيروح البيت عند جوردن، وبيكون سايمون متضايق جدا من تصرفات جوردن معاهم، وبيقول لمراته إن أكيد في بينهم حاجة، وده اللي بيخليه يعمل كده. وبيدخل جوردن عليهم أثناء كلامهم، وبيطلب سايمون من مراته إنها تخرج تستناه في العربية، وبيطلب من جوردن إنه يقطع علاقته بيهم تماما، وإنه يبطل يزورهم أصلا. وتاني يوم بتصحى روبن وبتلاقي إن الأسماك اللي في حوض السمك كلها ماتت، وإن كمان الكلب بتاعهم اختفى. بتكلم سايمون وبتحكي له، وبيجي سايمون وبيقول لها إنه متأكد إن جوردن اللي عمل كده. وبيروح سايمون على بيت جوردن، ولكن بيكون ده مش بيت جوردن أصلا، وبيكون كان شغال فيه، وإنه استغل إن أصحاب البيت مش موجودين اليوم ده وعزمهم. وبيرجع سايمون على البيت وبيطلب الشرطة، وبتيجي الشرطة فعلا، ولكن ضابط الشرطة بيقول له إنه ما يقدرش يقبض على جوردن لأنه مش معاه أي دليل إدانة ضده. وبيروحوا يناموا، ولكن روبن بتسمع صوت بره في الجنينة، ولما بتخرج علشان تشوف في إيه بتلاقي إن الكلب بتاعهم رجع. وبيصحى سايمون وبيقول لها إن جوردن بيحاول إنه يلعب بينا. وبعد كام يوم بتيجي رسالة لروبن من البريد، وبتكون من جوردن، وبيكون مضمون الرسالة إنه بيعتذر عن اللي حصل، وبيقول كمان إنه كان بيحاول ينسى الماضي، ولكن الماضي هو اللي مش عاوز ينساه. وبتسأل روبن سايمون عن جملة يعني إيه ينسى الماضي دي، وبيقول لها سايمون إنه ما يعرفش أي حاجة، وإن كل اللي يعرفه إن جوردن ده شخص غريب جدا. وبيكمل سايمون حياته عادي وبيكون بيتقدم جدا في شغله، وروبن بيكون باين عليها التعب وأوقات كتيرة كان بيغمى عليها. ولما سايمون بيرجع البيت بتطلب منه روبن إنه يرجع يصالح جوردن ويعتذر له. وتسأل سايمون تاني عن جملة إن ينسى الماضي دي كان يقصد بيها إيه، ولكن سايمون بيتعصب جدا وبيرفض رجوع جوردن تاني لحياتهم مرة تانية. وبعد 3 شهور وفي ليلة الكريسماس روبن بتفاجئ جوزها سايمون بخبر حملها، وبيفرح جدا سايمون، وبيكون الخبر ده أشبه بطوق النجاة لعلاقتهم اللي اتوترت مؤخرا بسبب جوردن. وبتكون روبن بتجهز لموعد ولادتها، وبتكون معاها أخت سايمون في التجهيزات، وبتسألها روبن عن جوردن وبتقول لها إذا كانت تعرف أي حاجة عنه.
فبتقول لها إنها كل اللي تعرفه إن كان صديق لسايمون في الماضي، وإنه اتطرد من المدرسة بسبب حادثة تحرش، وإن اللي اكتشف الموضوع ده كان سايمون وصديقه. وبترجع روبن البيت وبتبتدي إنها تفتش في حاجة جوزها علشان تكتشف أي حاجة عن الموضوع ده. وفعلا بتلاقي ملف كامل عن جوردن، وبتعرف إن جوردن ارتكب جرائم كتير وإنه كان مسجون. وبتلاقي كمان صديقهم التالت، وبتبحث عنه وبتكتشف إنه دكتور. فبتقرر إنها تروح العيادة بتاعته على أساس إنها مريضة. ولما بتدخل العيادة بتقول له إنها زوجة سايمون، وبتسأله عن جوردن وبتقول له إنه عاوز يأذيهم وهي عايزة تعرف السبب. والدكتور بيقول لها إن الموضوع كله كان عبارة عن هزار في الأول، ولكن سايمون جوزها هو اللي كبر الموضوع. وبيقول لها كمان إن سايمون جوزها كان متنمر جدا ولئيم، وهو اللي طلع الإشاعة دي عن جوردن، وإنه كان سبب في طرده من المدرسة وكمان كان سبب في سجنه. وبترجع روبن لبيتها وبتكون مصدومة جدا في جوزها. ولما بيرجع سايمون البيت بتواجهه روبن وبتقول له إنه لازم يعتذر لجوردن عن كل الأذى اللي سببه ليه في حياته. ولكن سايمون بينفي إنه عمل كده أصلا، وبيقول لها هو ما يعرفش إنها بتتكلم عن إيه. وبتخرّج روبن الملف اللي لقيته في مكتب سايمون، ولكن سايمون بيقول لها إنه طلب تقرير عن جوردن عشان كان خايف إنه يأذيها. وبيقول لها كمان إنه هيروح يعتذر لجوردن عشان خاطرها. وفعلًا بيروح سايمون لجوردن وبيعتذر له، ولكن جوردن بيقول له إنه فات الأوان على اعتذاره ده، وإن اعتذاره مش مقبول. فبيتعصب سايمون وبيضرب جوردن وبيمشي. ولمّا بيرجع البيت روبن بتسأله عملت إيه مع جوردن، وبيقول لها إنه اعتذر له وإن جوردن قبل اعتذاره وإنه كان مبسوط جدًا، وبيدخل علشان ينام. وبعد كام يوم سايمون بيكون اترقى في شغله، وبيعمل حفلة في بيته علشان يحتفل فيها بالترقية دي. وأثناء الحفلة بيجي شخص من الخارج وبيكسر إزاز البيت، وبيخرج سايمون من الحضور علشان يشوفوا مين. وبيظهر إنه صديق سايمون في الشركة، وبيفضل يقول لسايمون إنه دمر مستقبله وإنه كان سبب في طرده من الشركة. وبتكون روبن واقفة ومصدومة جدا من اللي بيحصل. وبتتنقل روبن على المستشفى علشان ولادتها، وفعلا بتولد وبيكون سايمون موجود معاها. وبتيجي مكالمة لسايمون من الشركة وبيقولوا له إنهم اكتشفوا التزوير اللي عمله وإنهم مستغنيين عنه. وبيروح سايمون لروبن وبيقول لها إنهم لازم يروحوا البيت علشان يرتاحوا هناك. ولكن روبن بترفض إنها ترجع معاه البيت. فبيرجع سايمون على البيت لوحده. وأثناء دخوله البيت بيلاقي قدام البيت هدية، وبيفتح الهدية وبيلاقي نسخة لمفتاح بيته، وبيلاقي كمان اسطوانتين. فبيدخل البيت علشان يشغلهم، وبيكتشف إن جوردن كان حاطط كاميرات مراقبة ليه في البيت. وبيظهر كمان جوردن وروبن وهي مغمى عليها، والفيديو بيتقفل على كده. وبيتعصب جدا سايمون وبيكون فاكر إن جوردن اعتدى على زوجته وإن الطفل ده مش ابنه. وبيروح جري على المستشفى وبيلاقي إن جوردن أخد روبن وبيمشوا من المستشفى. وبيكون سايمون متحسر جدا لأنه خسر كل حاجة بسبب طمعه وخداعه. وبس كده يا سيدي، وبينتهي فيلمنا كده. لو عجبك الفيلم لايك واشتراك، وقول لنا في الكومنتات حابين نتكلم عن فيلم ايه الفيديو الجاي. كتبت لكم الحلقة مامة نيلي، سجل لكم الحلقة ومنتجة والد نيلي. سلام.